هتعمل ايه لو كنت انسان ما بيهابش الموت ولا بتخاف من اي حاجه، لكن فجاه الدنيا ما بتسيبكش في حالك وبتبدا تترعب من كل الناس حواليك؟ فتعالوا نشوف بوس اند بوتس حصل فيه ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساناش في اللايك الشياكه. وفيلمنا النهارده بيبدا مع بوتس اللي كان بيحارب العمده وبيكون في قمه الشجاعه وبيجيب من الاخر، وطبعا من كتر الدوشه والازعاج اللي بيعملوه فجاه بنلاقي العملاق دلمر بيكسر الدنيا على دماغهم، وساعتها بنلاقي بوتس بيطلع القط اللي جواه وبدا يعمل معاه مشكله كبيره، وفضلوا مكملين ضرب وطحن في بعض لحد ما بينجح انه ينتصر عليه في النهايه، وعلى طول بيخلص عليه وبيجيبوا جثه هامده على الارض. وفي وسط ما الناس كانت بتحتفل بيه بالصدفه بنلاقيه بيتصاب اصابه جامده، واول لما بيصحى بيلاقي نفسه في مكان غريب مع دكتور شكله كده مجنون، وبيصرحوا كمان انه خلاص بيودع. لكن طبعا بوتس ما بيهموش من الكلام ده، لان زي ما انتوا عارفين طبعا القط بتسعة ارواح، ولما بيفتكر عدد المرات اللي مات فيها قبل كده بيلاقيهم 8، وساعتها بيحذروا الدكتور انه لازم يبطل المخاطر اللي بيعملها عشان دي هتكون اخر موتة ليه، وعلى طول بيروح لمكان يشرب فيه كوبايتين لبن عشان ينسى اللي سمعه من الدكتور، وبيتفاجئ هناك بذئب بشكل مخيف. ومش كده بس، ده كمان بيفهم انه جاي يخلص عليه عشان ياخد الجايزه من العمده. وطبعا بوتس كالعاده الشجاعه بتكون واخداه على الاخر وبيفتكروا زيه زي غيره، لكنه بيطلع سريع وقوي جدا لدرجه انه بيصد هجوم بوتس بكل سهوله وبيكسر المكان على دماغه. واول لما بينزف بوتس بيحس ان نهايته قربت وبيكون مصدوم وهيموت من الرعب، وساعتها ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يهرب ويتنازل عن الايجو بتاعه، واخيرا بيقرر يبعد عن الحياه اللي كلها مشاكل دي ويعيش في سلام. وبيكون في قمه الحزن وهو بيودع البدله اللي عمل بيها كل مغامراته قبل كده، وعلى طول بيروح لماما لونا عشان يعيش في بيتها بامان زيه زي اي قط تاني. ومن كتر حبها للقطط بتهتم بيه كويس جدا وبتعرفه على باقي القطط اللي موجودين في البيت، وطبعا ما بتعجبوش الحياه دي لان طول حياته كان عايش بمزاجه زي البني ادمين، لكن مع مرور الزمن بياخد على عيشه الحيوانات وبيتعامل زيهم بالظبط. وفي نفس الوقت بنلاقي واحده اسمها جولدي ومعاها 3 دببه لسه بيدوروا على بوتس عشان ياخدوا الجايزه من العمده. وبنرجع لبوتس اللي بيقابل الكلب بوريتو بيكون عامل نفسه قطه عشان يعرف يعيش معاهم، وبيحاول يتعرف عليه باي طريقه، لكن بوتس ولا هو هنا، وبيبقى قاعد مع اندخ اللي هو كده يعني اكله مرعى وقله صنع. وفجاه بتوصل جولدي مع الدببه ال3 للمكان وبيقتحموا البيت في محاوله ان هم يلاقوا بوتس، وبيدوروا يمين وشمال في كل القطط اللي موجودين في المكان، لكنهم حتى لما بيمسكوه جولدي ما بتصدقش طبعا من منظره ده ان هو ده الاسطوره بوتس، وبيفتكروا انه خلاص مات لما بيلاقوا مكان البدله المدفونه بتاعته. وبالصدفه بيسمعهم بوتس وهم بيتكلموا عن النجمه الذهبيه وانهم رايحين عشان يسرقوا الخريطه اللي هتوصلهم لمكانها، وطبعا بتاخدوا الحماسه لانه لو لقاها بلوم هيقدر يرجع لنفسه ال9 ارواح تاني. وعلى طول ما بيكدبش خبر وبيتحرك على مكان تسليم الخريطه، وبيفهم انها مع الطفل الضخم هورنر، وده بقى ربنا ما يوريكم شره، وانه كان عايز يستخدم نجمه الاماني في انه يبقى سيد كل الصحراء في العالم. وبينجح بوتس في انه يسرق الخريطه من الصندوق، لكنه بيتفاجئ بكيتي الاكس بتاعته هي كمان جايه عشان تسرقها. ويا ريت على كده بس، ده كمان جولدي والدببه ال3 بيشرفوا معانا الحفله وبيهددوا بوتس وكيتي انهم يدوهم الخريطه والا مش هيحصل لهم كويس. وعلى طول من غير تفكير بيفلقوا من المكان، وبنلاقيهم هم كمان بيتخانقوا على مين هيخلي معاه الخريطه، لان كيتي ما كانتش واثقه في بوتس بجنيه وشكله كده كان عامل معاها الجلاشه زمان. ووسط حفله الهروب اللي بتحصل دي بيلمح بوتس الذئب المفترس بتاع زمان، وساعتها بنلاقي هورنر بيجهز كل معداته السحريه مع جيش الطباخين بتاعه عشان يلحقوهم. واول لما بيفتحوا الخريطه بيتفاجئوا ان مكان نجمه الاماني موجود في الغابه المظلمه، وعلى طول بيتحركوا على هناك وبتفضل الخناقه دايره ما بينهم على مين هتفضل معاه الخريطه السحريه. ولما بيوصلوا بيفتحوا الخريطه عشان يعرفوا الخطوه الجايه بتاعتهم، وبنفهم ان كل واحد من حاملين الخريطه ليه طريق مختلف عن التاني، وبيلاقوا اسهل طريقه للوصول لنجمه الاماني هو انه بريتو اللي يحتفظ بالخريطه. وبيتفاجئوا بوصول جولدي مع الدببه ال3 اللي كانوا متقمصين دور العيله بتاعتها، وعلى طول بيبدا السباق على سرقه نجمه الاماني لحد ما بيقابلوا اول عقبه في الطريق من ظهور البنفسجي. وبنلاقي بوريتو بيفهم حل اللغز بسهوله وبيخرجهم من الازمه دي في ثواني، وفعلا يوضع سره في اضعف خلقه. وبيستغربوا كمان ان هو راضي بحياته بالرغم من انه عاش حياه صعبه جدا وكان شايف انه مش محتاج اي سحر عشان يغيرها. وفي نفس الوقت بنلاقي هورنر كمان شرف المكان وبيزيح جولدي والدببه ال3 من طريقه، واول لما بيوصل لظهور البنفسج بيستخدم شويه من اسلحته السحريه في انه يخلص عليها. وبنلاقي كيتي كانت قاعده بتعلم بوريتو بتفهمه انه ما ينفعش يثق في اي حد ما يعرفوش، وشكلها كده كانت بترمي بالكلام على بوتس يمكن يحس على دمه، وهو طبعا ولا كانه هنا، وكل اللي شاغل دماغه انه ازاي يحلق دقنه عشان كانت مضايقاه، ومع انه ما بيحسش بس برضه بتروق عليه، والظاهر كده انها لسه بتحبه، وبتديله كمان خنجر صغير بدل سلكه السنان اللي معاه دي. وفي نفس الوقت بيوصل المجنون هورنر وبيهددهم انهم لو ما جابوش الخريطه هيخلص على بوريتو. وطبعا جولدي والدبابه ما بيفوتوش الحفله دي، وبيبقى كل طرف من الاطراف نفسه ياخد الخريطه، وساعتها بتبدا المجزره ومحدش بيبقى فاهم مين بيضرب في مين. وفي وسط ما الدنيا مولعه بيلمح بوتس الذئب وعلامات الرعب بتظهر عليه وبيطلع يجري، وبتنجح جولدي في انها تسرق الخريطه وبتغير طبعا مسار الطريق وبينطلقوا في المرحله الثانيه. وبنلاقي بوتس من كتر الخوف ما بقاش قادر حتى ياخد نفسه، وبيلحقوا بوريتو وبيحاول يلاقي اي طريقه انه يهديه
بيها. وبعد ما بوتس بيرتاح شويه بيفتح له قلبه وبيصرحه بالخوف اللي جواه، وبيفهمه كمان انه ندمان على اللي عمله مع كيتي لما ما راحش الفرح بتاعهم عشان كان خايف من تحمل المسؤوليه. ومن حسن حظه ان كيتي سمعته وهو بيقول الكلام ده، وبينه كده حرك مشاعرها تاني. وفي طريقهم لجولدي قبل ما توصل للنجمه الذهبيه بتواجه كيتي بوتس بكل حاجه، وبتفهمه انها لسه باقيه عليه، وخصوصا لانها بقت حاسه انه اتغير وما بقاش زي زمان. واول لما بيوصلوا لمكان جولدي بيعملوا خطه بنت جنيه عشان يسرقوا اللوحه منهم، وبينجح بوتس في انه يتسلل وياخد الخريطه من غير ما حد ياخد باله. لكن جولدي بتبقى مصحصحه لهم وبتلحقهم على طول قبل ما يهربوا، وكالمعتاد بتقوم ما بينهم معركه شرسه، وكل واحد بيحاول يوصل للخريطه باي شكل، لحد ما بوتس وكيتي بينجحوا في انهم ياخدوها تاني. بس للاسف جولدي بتاخد بوريتو رهينه، والحظهم السيء بوتس بيتحبس في قفص زجاجي اول لما بيلمس الخريطه، وبيتفق مع كيتي في انها تروح تنقذ بوريتو. والغريب لما بيدور في المكان بيلاقي انعكاسات الارواح الثمانيه بتوعه اللي ماتت قبل كده، وبيفكروه بايام ما كان اسطوره وما بيخافش من اي حاجه، وبيتنمروا عليه انه خلاص بقى قط خايب وما بقاش اسطوره زي زمان. والمفاجاه الكبيره لما بيظهر له الذئب المتوحش اللي شكله كده بيستمتع بشعور الخوف بتاعه، وبيفهمه انه مش مجرد ذئب عادي وان هو الموت بعينه، وبيخلص قدامه على انعكاسات ارواحه الثمانيه عشان يزرع الخوف في قلبه اكتر واكتر. وفي نفس الوقت بتوصل كيتي بعد ما قدرت تنقذ الكلب بوريتو، وبالرغم من ان بوتس كان شايفها لكنه من كتر الرعب اللي هو فيه بيكمل جري، لحد ما بيلاقي نفسه اخيرا قدر يوصل لنجمه الاماني، وعلى طول بيقول التعويذه عشان يعرف يحقق امنيته. وساعتها بتقاطعه كيتي وبتبقى في قمه الانهيار لما بتلاقيه لسه زي ما هو وما بيفكرش غير في نفسه، وفعلا محدش بيتجرح قوي غير لما بيحب قوي. وفي نفس الوقت بنلاقي بقيه الشله نورت المكان، وشكلهم كده ما كانوش ناويين على خير، وعلى طول من غير تفاهم بتبدا الخناقه، وكل واحد ما بيبقاش شايف قدامه غير الخريطه. وهنا هورنر بيستخدم شويه من السحر الاسود عشان يخلص على الدببه، وجولدي بتقدر توصل للخريطه لكنها بتختار انها تنقذ الدببه اللي عاشت معاهم طول حياتها، وبتفهم كويس ان هم دول عيلتها وانهم افضل من اي امنيه. وساعتها كيتي بتتشقلب هي كمان وبتحبس هورنر جوه الشنطه السحريه بتاعته، وبالرغم من ان الخريطه خلاص بقت مع بوتس لكنه بيكون متردد جدا، وخصوصا بقى لما بيلاقي حب حياته بيضيع منه للمره التانيه. وفي وسط كل الكلام ده بيشارك الذئب هو كمان الحفله، وبياخد بوتس على جنب راجل لراجل. وساعتها بوتس ما بيلاقيش قدامه غير حلين، يا اما انه يستخدم الامنيه ويشتري دماغه، يا اما انه يسترجل ويشرب بريل. وبنلاقي ان الحب بينتصر في النهايه، وبيفهم كويس انه لازم يواجه خوفه حتى لو كانت اخر دقيقه في حياته، وبيسترجع بقى مهاراته واساطير زمان، وبنلاقيه بصراحه قط بس نينجا ولا كانه عنتر زمانه، لحد ما اخيرا بيقدر انه يتغلب عليه وبيوقعه لاول مره. وبالرغم من انه عارف كويس انه مش هيقدر يخلص عليه لكنه بيقرر انه هيحارب لاخر ثانيه من غير خوف. وساعتها بيحس الذئب ان بوتس خلاص ما بقاش خايف منه، وبيقرر انه يسيبه في حاله. وبعدها بيدي الخريطه لكيتي بكل صفاء نيه، لكن هي كمان مش بتبقى عايزاها عشان خلاص امنيتها اتحققت. وبنفهم من كده انك تقدر تحقق كل الاماني بتاعتك من غير ما تكون محتاج لنجمه الاماني، بس اكيد محتاجه منك شويه تعب واخلاص في اللي انت بتعمله، ومحتاجه منك كمان انك تعمل لايك وشير عشان يوصلك احلى بندق.